بص يا سيدي، هما كلمتين على السريع ومش هاخد من وقتك كتير. بقالنا يومين في موضوع ومشكلة، وناس تتكلم هنا وناس تتكلم هنا عن زيزو وعن مقارنته بأساطير الكرة المصرية منهم أبو تريكة. بس أنا هتكلم عن زيزو، بعد كده أتكلم زيزو وتريكة من وجهة نظري. بقى أنت بعد كده إيه، تناقش معايا في الموضوع ده في الكومنتات وقول لي برضو رأيك إيه، بس رأيك يكون بالعقل والمنطق بعيد عن انتمائك. نتكلم الاول عن زيزو وعن اللي بيحصل من بعض جمهور الاهلي. انا عارف ان جمهور الاهلي كبير جدا والزمالك كبير جدا، ولكن بعض القله كده بيبقى عنده شويه اراء غريبه. فاتفاجئنا، صحينا نمنا وصحينا فاتفاجئنا ان زيزو ناس بتهاجمه وناس بتشتمه واللي بيتريق عليه واللي بيقل منه وكل الكلام ده كله. فزيزو رد نفس الرد اللي عاوز اقوله لك دوت. انت مهما تتكلم عن شخص ناجح او شخص بيسعى او شخص انت شايفه دلوقتي لا من افضل اللعيبه موجوده في مصر دلوقتي ومن افضل المواهب اللي موجوده ومؤثر بشكل كبير جدا، ولكن انت كشاب عملت ايه في حياتك علشان تبقى طول اليوم صحيت من النوم غسلت وشك ماسك التليفون عمال تشتم في الناس وعمال تتريق على الناس وعمال كلمة بس اللي انت بتقولها دي، انت مش بكلمة، انت بتكتب بوست نفسه كلام، ولكن الكلمة دي ممكن توجع بني ادم، ممكن تزعل بني ادم. انا ما عملتش فيكوا حاجة او ما عملتش فيك حاجة علشان تعمل معايا كده، ولكن ده مرض انا بفسره بمرض، مرض اسمه اللامبالاة. انت تبقى قاعد في حالك كده او قاعد مش لاقي حاجة تعملها، لا شغال ولا ليك شغل ولا اي نيل على دماغك، وقاعد فاشل في حياتك. فطول اليوم انت اهلاوي او زملكاوي، فانت شايف ان الاهلي والزمالك دول هما الكيان اللي بيعملوا ليك كيان انت في حياتك. يعني انت بتبقى ماشي كده تقول انا اهلاوي، انا واخد بطولة افريقيا، معايا كاس افريقيا، معاك ايه يا ابني؟ يا ابني انت مالكش لازمة ولا انا ليا لازمه. احنا بنتكلم في حاجات تفاهات، بنتكلم في كوره اهلي وزمالك، بس دي تفاهات عمرها ما كانت اساسيات، دي تفاهات. ولكن انت سايب حالك ومحتلك ومستقبلك واهدافك اللي انت المفروض تفكر فيها وتبقى شاغل حياتك بيها. اول حاجه طبعا نمبر 1 العباده. احنا مخلوقين علشان العباده، وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون. ولكن انت سايب كل ده، الله اعلم بقى انت حياتك مع ربنا ايه، ولكن متاكد مليون في الميه ان انت سايب حالك ومحتلك عشان مركز في اهلي وزمالك ولاعيب الكوره بتاخد ملايين. ده بالنسبه بقى لزيزو واللمه اللي عليه. ولكن زيزو وتريكا، تريكا من وجهه نظري انا وانا كمحمود عايد وبعيد عن انتمائي كزملكاوي، ابو تريكه ده كان مثل الاعلى وانا صغير. راجل محترم بعيد ان هو بيلعب في الاهلي والكلام ده، وكان يعني ماتشات القمه تريكا اجوان تريكا، وبص الدنيا كانت سبهلله خالص على الاخر. ولكن تريكا عمل لمنتخب مصر والمصر شعبيه كبيره جدا جدا في الوقت اللي كان فيه، وتريكا وبطولاته الكتير واخلاقه ومواقفه الكتيره. ولكن لم حدش يقدر يتكلم على تريكا ولا يقلل منه، ولا حد يقدر يتكلم على زيزو. ولكن زيزو لسه في الملعب وموجود ولسه مستمر، ولكن لسه ما عملش اللي عمله تريكا، ولكن هو لسه موجود في الملاعب. ولكن تريكا في حتة تانية. فبلاش المقارنة، لأن المقارنات دايما تكون ظالمة. زي مثلا واحد بيقارن ما بين شوبير وما بين الحضري، فين المقارنة؟ ده الحضري يا معلم، شوف تاريخه، شوف كان بيعمل ايه. واحد بيقارن مش عارف ما بين ابراهيم سعيد وما بين وائل جمعة. يا معلم ده وائل جمعة. هي الكرة مش مهارات وحرفنة وان انا اساهم لا، الكرة متكاملة، اخلاق، موهبتك، كل حاجات كده فوق بعض لازم انت تكون عندك عشان تقدر تقول ان انت لاعب جامد جدا. ولكن ده موجود عند تريكا وموجود عند زيزو، بس لسه زيزو عنده بطولات لسه. وخد بالك وجود تريكا في الاهلي كده كده بتاع بطولات، ولكن تريكا عمل حاجات محدش يقدر يعملها دلوقتي. تتكلم مثلا لو جبت في محليا مين افضل لعيبه محليا، حط رقم واحد تريكا، بعيد بقى عن صلاح كده كده في حته ثانيه، ولكن تريكا رقم واحد. الخطيب بقى حط، حسن شحاته حط، اللي انت عاوز تحطه بقى بعد كده. ولكن تريكا يجي في الصف الاول في اول ثلاثه، ما تطلعوش من اول ثلاثه. فالمقارنه هنا غلط. فتلاقي هنا واحد اهلاوي بيشتم في زيزو، فالزملكاوي يروح مقارنه بابو تريكه، فهم الاثنين سذاجه وتافهين جدا، ولكن الموضوع مش مستاهل. والاثنين لعيبه خلاص، تريكا وتاريخه الكبير، وزيزو اللي لسه موجود في الملاعب. لازم نبعد بقى عن جو
يعني معلش العبط ده، التفاهه دي، تشتمه في لاعب وهو اصلا ما بيعملش حاجه. فانا عارف ان في ناس كتير جدا محترمه، نفس الكلام الناحيه الثانيه في الزملكاوي في ناس محترمه، ولكن في ناس ثانيه دماغها مهويه. وكفايه عظمه. لحد كده كلمتين كانوا محشورين في زوري وحبيت اقولهم. سلام.